زي ما انتوا شايفين ده بوست من الأستاذ محمد الضماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة الراجل طلع عمل بوست قال إن هو كان قافل الفيسبوك بقاله شهر ونص، وهيبقى فيه إصلاحات الفترة القادمة والشغل تحت ضغط طبعا بيولد أخطاء وإحنا بشر. فرد عليه أحد المشجعين قال له: طيب بعد إذن حضرتك ممكن نعرف مين المسؤول عن صياغة عقد العجلاتي؟ هو اللي بيقول العجلاتي ترب وقبله كولر، وانا هزود حتة من عندي واقول له وريبيرو. تكملة: حاجة بسيطة هي بعيدا عن اي فشل فني. راجل بيسأل سؤال بسيط: مين المسؤول؟ طيب، رد عليه الاستاذ محمد الضماطي قال له ايه؟ قال له الاتي: هسألك سؤال بما يرضي الله. اهو يا جماعة الكلام عشان يبقى ايه قدامكم، اهو هقراها لكم برضو. محمد الضماطي بيرد على المشجع بيقول له: هسألك سؤال بما يرضي الله، وهنا مش دفاع قطعا بس استنتاج. لو اتعرض عليك بكرة منصب مدير مبيعات شركة وعرفت من خلال السوق ان اللي مش بيحقق 100% من التارجت بيمشي حتى لو جاب 80%، ومش بس كده، ده المدير اللي قبلك جاب 100% سنتين ومع أول تراجع مشي، هل وانت رايح الشركة دي مش هتطلب تأمن نفسك؟ مش هتطلب مرتب أعلى؟ مش هتطلب طلبات أكتر؟ الأول أنا هرد رد عام وبعدين هرد نقطة نقطة على الكلام ده، لأن أنا في رأيي الشخصي إن التعليق ده من الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ده تعليق كارثي. واحد، أنت هنا تبنيت وجهة نظر المدير الفني اللي جاي الأهلي فقط، أنت تجاهلت الأهلي. انت قلت ان الراجل من حقه يأمن نفسه عشان حسب كلامك ان اللي قبليه كان محقق 100% سنتين و80% في اخر سنة فمشي. طيب يا استاذ محمد الضماطي، ترب حقق كام في المية السنة دي ساعة ما مسك؟ خرجك من الكاس، مش هنتكلم في كاس الرابطة، كاس مصر خرجك منه تمام، من فريق في دوري المحترفين. الدوري فرصك فيه أصبحت في أقدام الآخرين، بنسبة 80% الدوري راح، بنسبة 80% أو 70% حتى دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي راح. خرجك السنة دي من دوري أبطال أفريقيا، يعني الراجل مش حقق حتى 50% ولا 40%، حقق 0%. طب بيقدم كورة بقى، يعني سيبك من البطولات يا أخي، بيقدم كورة كويسة والفريق بيعمل مباريات كويسة بس بيضيع والفريق غير موفق؟ لا، بيقدم أداء زبالة باستثناء ماتش الزمالك الأخير. طيب الراجل هو أمن نفسه، انت ايه وضعك؟ انت كنادي أهلي مش عايز تأمن نفسك ليه؟ انت ليه سايب نفسك ملط؟ ليه هو يجي ويأمن نفسه وانت مستباح ليه؟ ده ردا على تبنيه لوجهة نظر الراجل اللي جاي يشتغل، مش وجهة النظر بتاعة النادي الأهلي. واحدة واحدة بقى. هنا بقى انت بتقول ايه؟ ان كولر، هو بيتكلم على كولر ان هو اول موسمين حقق 100% واخر موسم المستوى تراجع او حقق 80% فمشي. لا معلم، جمهور الاهلي قلب على كولر في الفترة الأخيرة لأن الراجل كان بيقدم الولا حاجة في الملعب. الراجل كان جبان زيادة عن اللزوم في جميع الماتشات المهمة وبيدافع، والأهلي في شخصيته الطبيعي بتاعه 80% 90% من الأوقات فريق هو اللي بياخد المبادرة وبيهاجم وبيفتح اللعب وبيضغط وبيسجل. جمهور الأهلي لو كان كولر خرج بنفس يعني بص، النتائج هي بالظبط، خروج من دوري الابطال تمام، الدوري خلي بالك انت كنت بعيد ولما جه عماد النحاس كسبك الدوري، بس انا هقول ان انت مع كولر خسرت دوري ابطال وخسرت الدوري تمام، بس كنت بتقدم ماتشات محترمة جدا، كنت بتعمل اللي عليك، كنت بتضغط، كنت بتضيع فرص، كان في عدم توفيق. ساعتها هل جماهير الاهلي كانت هتقلب على كولر؟ انا بقولك لا. انت هنا لما كتبت هذا التعليق طبعا جالك
كمية ناس عملت الايموجي بتاع اغضبني والضحك وحاجات زي كده، الناس اتضايقت لان الناس حست ان احنا بنتكلم في حتة وانتوا في حتة. انت النهارده بتتكلم على ترب ان هو جاي الاهلي وعايز يأمن نفسه وعايز يطلب مرتب اعلى وعايز يطلب طلبات اكتر حسب كلامك. هو جاي يدرب مين؟ هو جاي يدرب، انا اسف يعني، جاي يدرب نادي في متوسط الجدول، ولا رايح يدرب في ادغال افريقيا نادي عمره في حياته ما شم دوري ابطال مثلا ولا راح كاس عالم للانديه؟ ده رايح يدرب براند، اسم هو اكبر اسم في الشرق الاوسط وافريقيا. تقول لي من حقه يأمن نفسه ومن حقه يطلب اعلى مرتب؟ هو يا جماعه احنا بنكلم مين؟ والله العظيم ما لاقي حاجه اقولها. والموضوع ما انتهاش عند الحته دي. الراجل لما لقى الناس دخلت على هذا التعليق بتاعه وعلقت له تحتيه بقى بحاجات، بص بقى يعني ايه، كله، فراح عامل بوست اخر بيلطف بقى الدنيا. قال لك ايه بقى؟ قال لك اهو بوست اهو، قال لك حراه لكم عشان انا بس بحب ابقى واضح قدر المستطاع، وعشان كمية التعليقات اللي جت. هو انا كاتب في اول الجملة او في اول جملة مش دفاع قطعا، التعليق اللي هو الايه اللي فات، يعني انا لا بدافع ولا ببرر اصلا موقف النادي، وده مش مكانه طالما في كل الاحوال النادي رسميا صرح بوجود خطط اصلاح. كتبت بستنتج ان عشان حصل كذا وكذا فالطلبات ممكن تبقى اكبر، خاصة اننا في وسط الموسم، فده ولا تبرير ولا دفاع. ما علينا، جايز الصياغة اتفهمت غلط. ما اتفهمتش غلط يا باشا، بس نكمل. هدفي اساسا من البوست الاولاني ان الناس تبقى هادية وواثقة في ناديها، وربنا يسامح بقى، وقال اسم طبعا اللي كتب التعليق، اللي سأله السؤال في التعليق، وربنا يسامح بقى فلان على السؤال ويسامحني اني لازم اتفلسف وارد واقول استنتاج وقطعا. ربنا يعلم انا في الاخر هدفي الاول ان الناس تبقى مبسوطة ومرتاحة، ومهما حصل هجوم عمري ما بزعل، وبقدر كل وجهات النظر مهما كانت. في الاخر كلنا مجتمعين على حب النادي اللي بيمثل مصدر سعادة لينا كلنا. طبعا يا معلم، انا بالنسبه لي البوست ده هو مجرد ان هو الراجل ايه، حس ان في هجمه شرسه عليه فقال لك ايه، لا نهدى شويه. لكن الكلام الحقيقي طلع في البوست او في الرد على سؤال المتابع الاولاني. ده الرد. هو من جواه مقتنع وعنده قناعه وراحه كده نفسيه ان اي مدرب هيجي طبيعي هيأمن نفسه، طبيعي لازم يطلب الحاجات دي، طبيعي جدا يتعمل له عقد بالسوق ده، طبيعي جدا يتعمل شرط جزائي يفلس النادي. هو شايف كده، هو وجهة نظره كده، وانا اخشى ان يكون او ان تكون دي وجهة نظر باقي اعضاء مجلس الادارة. تبقى مصيبة الحقيقة. عارف ليه؟ القصة دي حصلت امتى؟ النهاردة مظبوط. احنا بقالنا قد ايه بنتخانق على ان تورب لازم يمشي؟ من ساعة ماتش، اوعى تقول لي من ساعة ماتش مثلا سيراميكا ولا ماتش الترجي، ده من ساعة ماتش طلائع الجيش. فانت برغم كل ده طالع النهاردة تقول لي اصل بيأمن نفسه. طب انا يا عم هفهم ان هو بيأمن نفسه. اقول لك حاجة، لو انت جايب اسم راجل يعني مدير فني ليه تاريخ بقى، وراجل صال وجال في اوروبا، بلاش اوروبا، ده انت لو جبت لي اسم مدير فني ليه حتى قدر من الخبرات الافريقية ممكن اتفهم. يعني ممكن اتفهم، اقول لك اه والله الراجل ده كسبان دوري ابطال افريقيا، الراجل ده عنده سي في تقيل في افريقيا، الراجل ده عامل انجازات على مستوى الشرق الاوسط، تمام. لكن بيأمن نفسه من ايه يا عم؟ ما علينا. ده كان فيديو كده يعني حبيت ان انا ارد فيه على الاستاذ محمد الضماطي، وعايز اعرف برضو رايكم انتوا ايه في هذا الكلام وهذا البوست وهذا العك الحقيقه اللي بيتقال يعني. وبعدين يا عم انت توهتنا. الراجل سألك سؤال، الراجل المشجع سألك سؤال، قالك مين المسؤول عن هذا العقد؟ ما ترد عليه يا عم وتقوله مين المسؤول.
ليه تقعد تخش وبقى وزي ما انت قلت تتفلسف وتقعد تستنتج وتقول له اصل فلان واصل؟ ما تقول له اللي مسؤول هو فلان. ايه المشكلة يعني؟ سلام.